3 لقطات بين الموسم اللي فات والموسم ده قادرين يوضحوا لك ليه الزمالك الموسم ده غير اي موسم. اول لقطه هنبدا بيها هي لقطه حسام عبد المجيد. هتقدر هنا تبص تلاقي حسام عبد المجيد بيقاتل على الكوره وقادر ان هو يحط راسه فيها، وخلي بالك ده حسام عبد المجيد اللي هيموت على الاحتراف، اللي مستني فرصه عمره، هيحط راسه في الكوره مش هيخاف من اي حاجه. عكس موسم اللقطه الشهيره بتاعت حمزه المسلوسي، اما حمزه المسلوسي ضرب سبرنت عشان حسام عبد المجيد طلع ما تفهمش هو طلعها ليه، وكسل يرجع على اساس ان هو اللاعب البطيء. تاني لقطة هتبص عليها هي لقطة حمدي الونش اللي هو كان قدام فيستون مايلي، قدر ان هو يفتح له المساحة بكل ذكاء، اداله طمعه في المساحة، اول ما جه يجري تاكلينج عكس انهي موسم؟ صح، عكس اللقطة اللي كانت قدام نفس اللاعب فيستون مايلي، وقدر ان هو يشمسه بكل سهولة ويلبسنا جون للأسف يعني. تالت لقطة هي بتاعت عبد الله السعيد. هتلاقي عبد الله السعيد في الكرة دي واقف في الركنية، هو بيلعب لعيب بيرفع الركنية، آخر لاعب في الملعب حرفيا. الكرة اتردت على الزمالك، عبد الله السعيد واقف بيعمل اسكان زي عادته. عبد الله السعيد مش محتاج ان هو حد يقول له بتعمل اسكان ازاي، بيبص لعيب الزمالك باع نفسه. بقى موقف 4-2 من نادي بيراميدز، مين اللي يلحق الزمالك في موقف زي ده؟ مفيش غيره عبد الله السعيد. رجع ضرب سبرنت ال 40 سنة. كابتن عبد الله السعيد ضرب سبرنت، عمل فاول تكتيكي، انذار يا عم، موافقين على الانذار. ولو جيت تقارنها بحاجه مش هتلاقي حاجه تقارنها بيها، عشان عبد الله السعيد هو عبد الله السعيد اي وقت.